مبدئيا ثقتي في لعيبه الاهلي كبيره جدا، ثقتي في كولر وفي الجهاز الفني وفي الكابتن سامي قمصان كبيره جدا. بس انا خايف جدا من مباراه السوبر الافريقي قدام نادي الزمالك، خاصه في الاجواء اللي حاصله دلوقتي والثقه الزايده اللي انا شايفها اكتر عند جمهور النادي الاهلي وعند الاعلام الرياضي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، كل الناس تقول لي في التعليقات هم خايفين من مباراه السوبر قدام نادي الزمالك ولا لا؟ خوف كوره، مش خوف اللي هو ركبه بتخبط في بعضيها عشان حلقه نادي الزمالك، لا خالص. المباراه خوف كوره، بمعنى ان المباراه دي تبقى بصرف النظر عن مستوى الفرقتين 50-50. ودايما مباراه النادي الاهلي والزمالك عودتنا ان اللي بينزل فرصه اكتر وجاهز اكتر هو اللي بيخسر المباراه، وشفنا ده في اخر مباراه في الدور الاول بين النادي الاهلي والنادي الزمالك بهدفين سيف الدين الجزيري. قول لي رايك وانا هكلمك في بعض الحاجات الفنيه، ومعلش هطول عليك في الفيديو ده. تمام؟ صلي على النبي وتعالى نتكلم سوا. دلوقتي الزمالك بيمتلك لعيبه بتقدر تلعب بين الخطوط وتوصلك للجون في اقل من لمح البصر، زي الكابتن عبد الله السعيد، زي ناصر ماهر، زي زيزو، زي لسه ما شفناش الصفقات الجديده لنادي الزمالك، زي الجزيري متمرس جدا على دفاعات النادي الاهلي. يعني انا بشوف لعيب زي الجزيري من يوم ما جه الزمالك او من يوم ما وصل نادي الزمالك بشوف ان هو مفيد في مباراه الاهلي والزمالك فقط لا غير. يعني انا لو مدرب الزمالك هلاعب سيف الدين الجزيري مباراه الاهلي واقعده بقيه الموسم. بصراحه بكلمكم بكل امانه، بشوفه يعني متواضع جدا مستواه في معظم المباريات ما عدا مباراه واحده بس، مباريات الاهلي. هو بيعرف يلعب المباريات دي، في لعيبه كده بتعرف تلعب الدربيات، زي قفشه بيعرف يلعب مباراه الزمالك، مستواه ما بيبقاش واو في معظم المباريات، بس بيجي في مباراه الزمالك وبيكون لعيب مركز وبيكون مميز. علشان كده انا قلقان جدا من المباراه. الزمالك حاليا بيمتلك تشكيل مميز جدا جدا جدا. سيبنا من الكلام بتاع الاعلام، سيبنا من الكلام بتاع الاعلام للمره المليون. الاعلام الرياضي كله بيحاول يوجه المباراه ان الاهلي اجهز، الاهلي اقوى، الاهلي انا عندي ثقه كبيره في اللعيبه ان هم عارفين قيمه المباراه، وعندي ثقه في كولر وفي الجهاز المعاون ان هم عارفين قيمه المباراه. واتمنى التدخل من الكابتن محمود الخطيب والاداره لتدعيم الفرقه، ويعني يزودوا عندهم يعني ايه مباراه اهلي وزمالك في مباراه بطوله من مباراه واحده في السوبر الافريقي. سوبر ما ينفعش ان احنا نخسره لانه ديربي وسوبر وبطوله في نفس الوقت. انا واحد من الناس اهلاوي وبعشق النادي الاهلي، وعندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه، وعندي ثقه كبيره جدا في مستوى اللعيبه، وعندي ثقه كبيره جدا في الاداره الفنيه. ولكن مباراة الديربي زي ما قلنا تبقى 50-50. الاعلام بيوجه لشيء معين، ده انا مش حابه خالص ومنرفزني وبصراحه ومعصبني. في بعض جمهور النادي الاهلي الثقه الزايده بصراحه، اديكوا شفتوا اخر ماتش لعبناه في الدوري، كنا احنا الاجهز، كنا احنا الاقوى، ونزل الزمالك وكسبنا 2-1. وعلى فكره كنا الافضل على ارضيه الميدان وضيعنا فرص كتير جدا، بس ده مش مبرر، لان المباريات دي بتكسب ولا تلعب. طول عمرها مباريات الاهلي والزمالك الفريق اللي بينزل اجهز دايما بيخسر، الفريق اللي بينزل اقوى دايما بيخسر. ده طبعا مش مقصود ولا هو تنجيم ولا هو شبه ما بيقولوا في الاعلام كده احساس، لا خالص. هي مباريات الدربيات كده، مباريات الدربيات بيبقى لها سيناريو معين. المدرب بيحتاج يحفز عند اللعيبه حاجات معينه، الحافز لازم يتجدد، الثقه لازم تتجدد، اللعيب لازم يكون نازل مركز 100% في مباريات الديربي علشان ما يكونش فيها اخطاء. اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم في الفيديو، واتمنى ان كل الناس تقول لي رايها في التعليقات. هم خايفين من المباراه ولا لا؟ وشايفين المباراه زي 50-50 ولا لا؟ وشايفينها مباراه صعبه ولا لا؟ وهتكون بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي. وفي نفس الوقت انا بشوف ان برضه هتكون بطوله كبيره ومهمه جدا لنادي الزمالك وجماهيره. اتمنى ان جمهور الفرقتين يقولوا لي شايفين مين فرصه اكتر، ولا شايفين زي 50-50. سلام.